هلو النهارده هقدم لكم احلى طريقه عمل قلقاس باللحمه خطيره. معايا هنا كيسين قلقاس مجمد. بفتح كيس القلقاس واطلع منه الخضره وارجع القلقاس تاني في التلاجة واحط الخضره في طبق واسيبهم على جنب لحد ما يفك. يلا نجهز اللحمة. معايا 2 باوند لحمة بقري، واللحمة مش بتتنقع، بنغسلها بس بمية باردة من الحنفية ونصفيها كويس. في حلة كبيرة بنضيف معلقة كبيرة زيت زيتون، معلقة كبيرة زبدة، ولما الزبدة بتسيح بننزل بمكعبات اللحمة قطعة قطعة، وعلى نار أعلى من المتوسط بشوية بنحمر اللحمة. ولما اللحمة تتحمر من ناحية بنقلبها على الناحية التانية. احنا كده بنعمل صدمة للحمة، والخطوة دي بتفرق في شكل وطعم اللحمة، بتبقى متحمرة من بره وطرية وجوسي من جوه. ولما اللحمة تتحمر من كل الجوانب بنضيف مية سخنة لحد ما نغطي اللحمة وبزيادة شوية، وعلى درجة حرارة متوسطة بنسوي اللحمة. وبعد كده بنضيف التوابل: بصلة متوسطة، 4 من أوراق الغار، 3 فصوص حبهان، فصين مستكة. وبعد نص ساعة بنشيل الريمة وبنضيف ربع معلقة صغيرة فلفل اسود. يلا نجهز الخضرة. بعد ما الخضرة فكت بنصفيها، والمية اللي بتنزل من الخضرة بنركنها على جنب مش بنرميها. هنشوف بعدين هنعمل بيها ايه. والخطوة دي بتفرق في تحمير السلق، ما بتخليهوش ياخد وقت طويل. وفي طاسة كبيرة بنضيف معلقة كبيرة زيت زيتون، معلقة كبيرة زبدة، ولما الزبدة بتسيح بنضيف الخضرة ونقلب الخضرة كويس ونحاول نفردها في الطاسة. لما اللحمة تكون قربت على السوا بنضيف معلقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة، وبعد كده بنضيف القلقاس ونغطس قطع القلقاس في الشوربة عشان تستوي كويس. وبعد كده بنضيف مية السلق، وعلى درجة حرارة متوسطة بنسوي القلقاس لحد ما بيستوي ويبقى طري. يلا نرجع للخضرة. ولما الخضرة بتنشف وما بقاش فيها اي سوائل بنجهز الثوم. هنجيب حوالي نص راس ثوم فصوص ونص كوباية كزبرة خضراء، بنفرمهم مع بعض وبعدين بنضيفهم على الخضرة ونفضل نقلب لحد ما يبقاش فيه اي سوائل والخضرة تغمق شوية وتبقى طرية. بنضيف التوابل: رشة ملح، رشة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ونقلبهم كويس. وبكده الخضرة بتاعتنا بتكون جاهزة. وبعد كده بنضيف الخضرة على القلقاس ونقلبهم كويس، وعلى درجة حرارة هادية بنسوي القلقاس لمدة دقيقتين. وبكده القلقاس جاهز للتقديم. عايزة اقول لكم الشكل والطعم والريحة جمال جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت جميل. باي باي.